السلام عليكم اعزائي المشاهدين، اهلا بيكم في فيديو جديد. النهارده معانا شويه انطباعات عن الحلقه الاولى من الموسم الثاني من انمي انفينسيبل. فتابعوا معايا الفيديو، ما تنسوش تدعموني وتعملوا لايك وشير، وتاكدوا ان انتم مشتركين في القناه ومفعلين الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ويلا بينا نبدا. بتبدا الحلقه بمشهد غريب جدا، بنشوف فيه انفينسيبل ومع ابوه اوميني مان، ولكن بنشوف انفينسيبل مقتنع بافكار ابوه تماما، والاتنين حرفيا مدمرين العالم وبيدمروا اي مقاومة بتقف قدامهم. ولكن بينتهي المشهد ده وبعد كده بنشوف مارك انفينسيبل بتاعنا العادي في العالم اللي موجود الحالي. العالم مفيهوش اي مشاكل، مش متدمر، اوميني مان مش موجود. فاللي حصل الاول ده مش موجود في العالم بتاعنا الحالي اللي بتدور في احداثه الانمي. عشان بعد كده نبتدي نعرف المشهد الاول ده كان عبارة عن ايه، مع ظهور شخصية جديدة. الشخصية الجديدة دي بنعرف ان عنده القدرة في التنقل بين الاكوان الموازية، وان الاحداث اللي حصلت في اول الحلقه دي عباره عن كون موازي اجتمع فيه انفينسيبل مع ابوه اوميني مان، واقتنع بوجهه نظره وقرروا ان هم يغزوا العالم، وحرفيا مفيش حد قدر ان هو يقف قدامهم. وده ما حصلش في الكون الموازي ده فقط، حصل في العديد من الاكوان الموازيه. الشخصيه الجديده اللي ظهرت معانا اللي هو انجستروم ليفي، اللي عنده القدره على التنقل بين الاكوان الموازيه، كان عنده حل للموضوع ده، هو انه جمع كل النسخ بتاعته من الاكوان الموازيه الاخرى، وعايز يعمل آلة دلوقتي ان هو هياخد كل المعرفة اللي موجودة عند الشخصيات دي وتكون عنده هو جوه عقله. وده بسبب ان كل كون موازي ليه الظروف الخاصة بيه. في كون موازي التكنولوجيا فيه وصلت لأعلى درجات التطور، في كون تاني في علاج لكل الأمراض. كل كون عنده حاجة مش موجودة في أي كون تاني، فلما نجمع كل الحاجات دي مع بعض في دماغ شخص واحد هيبقى عنده المعرفة والقدرة، ومفيش أي مشكلة هتقدر تقف قدامه. فبيستعين انجستروم ليفي بالتوأم مولر علشان يقدروا يعملوا له الآلة اللي هو عايزها، وبالفعل ان هو بيعمل التجربة. ولكن في اثناء التجربة بتاعته دي على الجانب الاخر بنشوف معاناة مارك الشخصية، فقدانه للثقة، هو مش عارف يعمل ايه، خايف في نفس الوقت ان هو يوصل في يوم من الايام يبقى زي ابوه، خايف ان ابوه لو رجع مش هيقدر يقف قدامه. الدنيا حرفيا بايظه معاه وفاقد الثقه في نفسه تماما. واثناء ما هو بيحاول ان هو يعني يتخطى الظروف دي، فبيحاول يتواصل مع سيسي اللي بيقول له ان انا عايز يشتغل معاه، يعني عايز اي حاجه تلهيه عن المشاكل اللي هو موجود فيها، عايز ان هو كبطل خارق يقف قدام الشر عشان يثبت لنفسه ان هو لا، هو واحد من الاخيار مش من الاشرار. طبعا اثناء ما التجربه بتتعمل بتوصل للاجهزه الامنيه ان في نشاط غريب بيحصل، فبيبعتوا مين يشوف اللي محتاج ان هو يشتغل، بيبعتوا انفينسيبل يشوف الموضوع. طبعا انفينسيبل اول ما بيجي بيلاقي التوأم مولر في وشه، فبيعرف اكيد ان دي حاجه غلط، دي شريره، لان دول ناس اشرار ما بيعملوش اي حاجه كويسه. بيقرر طبعا هو هيهاجمهم مع محاولات لانجستون ليفي ان هو يفهمه القصه، ولكن يعني الوضع كله غلط، مفيش الكلام مش هيحل الموضوع اللي احنا موجودين فيه ده دلوقتي، مما بيؤدي الى فشل التجربه اللي بتحصل دي. ولكن فشل التجربه ده هو اللي هيبقى متوقف عليه باقي احداث الموسم الاول، ان التجربه ما اكتملتش، ولكن المعرفة من الشخصيات الأخرى لإنجستروم ليفي وصلت له، لكن المعلومات كلها عنده دخلت في بعض، ما بقاش عارف إيه ذكرياته وإيه ذكريات النسخ التانية منه. فبقى بالنسبة له دلوقتي إن هو عايز ينتقم من شخص واحد بس، هو انفينسيبل اللي دمر حياته. الراجل كان بيعمل تجربة بهدف نبيل جدا، ولكن الموضوع قلبه لأن هو هيبقى الشرير بتاع القصة. طبعا دي حاجة مش مؤكدة لسه، ولكن من أحداث الحلقة الأولى إن هو الشرير اللي هيكون موجود معانا، لو ما كانش بقى في أي توستاية تانية موجودة في الأحداث. حلقة كويسة، مش هقدر أقولك إن هي أقوى افتتاحية موجودة، ولكن هي تظل حلقة كويسة وبتناقش حاجة حلوة. وطبعا يعني موضوع الأكوان الموازية اللي هم دخلوه أكيد عندهم بقى البعد الكبير دلوقتي، يعني في أكوان موازية فأنت عندك المساحة إنك تقدر تعمل أي حاجة أنت عايزها. طبعا الانمي مميز بالمشاهد الدمويه اللي بتبقى موجوده، ولكن المشاهد الدمويه يعني كانت قليله، بس هو قدر ان هو يحط لك مشاهد دمويه في النص. يعني موضوع الحلقه يمكن ما فيهوش مشاهد دمويه، لكن هو قدر يحط لك الدمويه والتقطيع والحاجات يعني اللي هو غريبه اللي هم بيعملوها. طبعا انا منتظر بقى دور اوميني مان، ولا هل هو ما يعني دوره انتهى مثلا كده. اكيد هو الفيلن رقم واحد اللي موجود معانا، هو اكتر خطر موجود على كوكب الارض، فيا ترى ظهوره هيكون عامل ازاي في الموسم ده. وبس كده اعزائي المشاهدين، نكون خلاص فيديو النهارده. ما تنسوش تدعموني وتعملوا لايك وشير، وتاكدوا ان انتم مشتركين في القناه ومفعلين الجرس عشان يوصلكم كل جديد. واشوفكم تاني في فيديوهات جايه كتير ان شاء الله. سلام عليكم.